بص يا صاحبي، لو كل شوية تحس بتعب، نفسك ضيق، جسمك وجعك وانت ما عملتش حاجة، لا جريت ولا شلت تلاجة ولا حتى نزلت تجيب العيش، يبقى احتمال كبير عندك أنيميا منجلية. والله، وده مش اسم أكلة لبنانية خالص، ده مرض موجود ومش قليل كمان. الأنيميا المنجلية ببساطة يعني إن كرات الدم الحمراء اللي المفروض تبقى مدورة كده ولطيفة زي البلالين بتتشقلب وتبقى شبه الهلال وتتصرف بغرابة. بدل ما تمشي في الجسم بسهولة وتوزع الأكسجين كأنها مندوب توصيل محترم، تقوم تلزق في بعض وتسد السكة وتحول الجسم كله لكوبري أكتوبر في الزحمة. وطبعا لما الأكسجين يتأخر الجسم يبدأ يشتكي: أنا مخنوق، نفسي قصير، رجلي وجعاني، عيني مصفرة. وبعض الناس جسمها يدخل في نوبة ألم كأنك شغلت إنذار جسم بالكامل. والأطفال يا سيدي بيبان عليهم من بدري، من سن 4 شهور كده، تلاقي رجله مورمة، بيسخن، بيعيط من غير سبب، واحنا نقول عين حسودة. والحقيقة هو محتاج دكتور مش فص طوب. طب ليه بيحصل كده؟ لأنه مرض وراثي، يعني بيجي من الجينات. لو الأب والأم عندهم الجين ده، حتى لو ما عندهمش المرض، البيبي ممكن يتولد بيه. عشان كده يا جماعة، تحاليل قبل الجواز مهمة جدًا، مش كفاية أنا باحبِك يا هند، لازم كمان هيموجلوبينِك عامل إيه يا هند. نيجي بقى للأخبار الحلوة، في علاج في أدوية بتقلل النوبات وتخلّي الجسم أهدى زي هيدروكسيوريا، بيخلّي خلايا الدم تشتغل زي الناس الكويسة ويقلل عدد النوبات ويحسّن النفس. جلوتامين بيقلل الالتهاب اللي بيحصل في الدم، يعني كإنه بيطفّي نار الجسم. فوكسيليتور بيرفع نسبة الهيموجلوبين، يعني أكسجين أكتر، الجسم مبسوط أكتر. وفي حالات معينة بنحتاج نقل دم، بس مش كل شوية كده وخلاص، لازم يكون تحت إشراف دكتور عارف هو بيعمل إيه. وكمان لازم نخلي بالنا من المضاعفات، ممكن تأثر على العظم، على الكلى، على العين، بس كل ده نقدر نعديه لو عرفنا بدري وبدأنا نهتم. والرعاية بقى بسيطة بس مستمرة: اشرب مية كتير، كل أكل صحي، نام كويس، ابعد عن البرد الشديد أو الحر الزايد، وتابع مع دكتورك أول بأول. الأنيميا المنجلية مش بتوقف الحياة، بس لازم نفهمها ونتعامل معاها بعقل وبضحكة. فاكر لما كنا بنقول الضحك بيطول العمر؟ الوعي كمان بيطول الصحة. فلو انت تعبان او تعرف حد دايما بيشتكي، ما تكسلش، ساعده يعرف، وخد بالك من نفسك وساعد غيرك.